بيقضي وقته كله مع أصحابه على القهوة، مش مديكي أي اهتمام وانتي مستسلمة. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. هو أنا نفسي أفهم حاجة، هو ليه الست ممكن تبقى راضية وما عندهاش أي مشكلة إن في أولويات كتير قوي ممكن تيجي قبلها، وإن هي تقبل إنها تكون آخر حاجة الراجل يفكر فيها؟ راضية بإنه مش بيعبرك وبيفضل عليكي أي حاجة وكل حاجة هو طبعا مستهبل وسايق فيها، ما هو واثق إنك موجودة ومش هتاخدي أي موقف تجاهه. يا خبت، ما هو انت لازم تحسسيه انك مش راضيه عن المعامله دي وان الطريقه دي مش مريحاكي، ولازم تسمعي منه تفهمي هو مهمل في حقك ليه، وهي ايه يا اختي بقى الاسباب اللي عنده تمنعه ان يكلمك في التليفون. والله يا اختي نسيتي مكالمات البدايات اللي كانت كل دقيقه او ثانيه يا خيبتك. ومش معنى ان انا بقول لك خدي منه حقك انك توجهي لي اتهامات زي مثلا انت بتخني، انت بتعرف واحده تانية، يا انا يا اصحابك. العبيها صح يا مايله، ترمي في وشه اتهامات ليه من غير ما تكوني متاكده؟ ده انت بكده هتبيني ضعف شخصيتك وانك نكديه. انا عايزاكي اول ما تلاقي المعامله اتغيرت معاكي والمكالمات قلت، ساعتها بقى يا ست الكل لازم تشوفي حاجه تشغلك عنه، زي اي حاجه انت كنتي بتحبيها وبطلتيها. مش كنتي بتحبي يا اختي الكروشيه؟ كنتي بتحبي يا اختي تنزلي تركبي عجل؟ ومش كنتي يا اختي بتاخدي لي كورس كمبيوتر وقفتيه لما البيه شغل كل وقتك؟ مش كنتي بتنزلي تروحي افراح قرايبك واصحابك والعيله وعيله العيله؟ انا عايزاكي بقى ترجعي تعملي كل الحاجات اللي سبتيها دي وانتي بتحبيها. يا عبيطه، اشغلي وقتك عشان محور الكون سعادة البيه ما يفتكرش ان انت قاعده مستنيه مكالمه منه. عايزاكي تتعاملي بمنتهى التناحه والبرود معاه وانشغلي عنه. لما تنشغلي لا هتلاقي نفسك مهتميه باتصاله بيكي ولا انت كمان هتتصلي بيه، وهيقعد يفكر هي ليه ما بقتش تهتم بيا عشان تسمع صوت العندليب. وعايزاكي اول ما يكلمك يحس انك عادي والدنيا بقى عادي ولونها بامبي وانت مش جنبي ولا عايزه حد جنبي، واشارات المرور يا حبيبتي شغاله عادي والاقمار الصناعيه شغاله عادي، الدنيا ما وقفتش يعني عشان سعاده البيه مش بيكلم. وعايزاكي تحطي في بالك كويس قوي ان معنى ان مكالماته قلت عندك يعني زادت عند غيرك يا خيبتك. انا عايزاكي تفكري مصلحتك ثم مصلحتك، لان مفيش جنس مخلوق هينفعك. اهتمي بنفسك وبقلبك، لانك لو اهتميتي بنفسك وبقلبك هو نفسه هيهتم بيكي، وساعتها هنشيله في عينينا وعلى راسنا. انما لو مش هيهتم بقى ويكلمنا اما يجيله مزاجه، لا يا حبيبي احنا لا استبن ولا كوبايه بشفطتين. وعايزاكي بقى دلوقتي المهم انك تكديه لو فكر ما يكلمكيش. اول حاجه بين انك مشغوله، بتتكلمي كتير جدا في التليفون مع اصحابك وبتعملي 100 حاجه، وبتنزلي مع اصحابك وتتغدوا بره وتروحوا سينمات وتتفسحوا. عايزاه يحس انك ما بتقعديش في البيت ثانيه واحده عشان لما يكلمك يفهم انك مش فاضيه، وما ترديش عليه في التليفونات وبعتيله المسج المسجله I can't answer now, can I call you later. وامشي على نصايح عشان ما تبقيش يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. انا بسنت النبراوي، تابعيني عشان تشوفي خيبتي وخيبتك يا خيبتك.